نخش في الموضوع على طول. ايه اول حاجه بتيجي في دماغك لما بتسمع كلمه دم دي؟ اكيد طبعا التعويره اللي لسه معلمه في رجلك ايام ما كنت بتلعب كوره من 5 أو 6 سنين كده. في حد تاني هيجي في دماغه لما راح عند الدكتور عشان يغير على الجرح بتاعه، وتسمع بعد الشر عن واحد عمل حادثه في المستشفى والدكتور عمال يقول له هاتوا له كيسين دم ايه بوزيتيف بسرعه. تقعد كده تفكر بينك وبين نفسك، هو ايه بوزيتيف وبي ماينس وايه نيجاتيف والكلام ده كله. انا بقى النهارده جاي احكي لك على القصه دي. يلا بينا. الى كل من يهم الامر من جوه ملك البهريز، وفاتكم السلام ويا مساء العسلية عليكم وحلقه جديده وبهريز جديد. لو الفيديو ده وصل لك انزل نعنش لي بلايك حلو، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اشترك او اعمل سبسكرايب علشان تبقى ممبر في مملكه البهريز. اولا كده خلينا نبدا بسؤال وهو مفتاح الحلقه كلها، هو الدم اللي بيمشي جوه جسم الانسان ده ايه وظيفته او بيعمل ايه اصلا بقى؟ خليني اختصر لك مهمه الدم في نقطتين مهمين قوي. اول نقطه ان الدم ده يعتبر زي وسيله مواصلات كده جوه جسم الانسان. يعني ايه الكلام ده برضه؟ بمعنى ان الدم هو الحاجه اللي هتوصل لكل حته في الجسم الحاجات الحلوه زي الاكل مثلا والاكسجين. ده مش بس كده، ده هياخد الحاجات الوحشه من الجسم عشان تخرج بره الجسم. طب وتاني نقطه بقى هي ان الدم مسؤول عن الدفاع عن الجسم. بمعنى ان لو في اي بكتيريا او اي حاجه وحشه دخلت جوه الجسم هتضطر ان هي تخش في حرب قويه جدا مع الدم، ممكن تقعد فترات طويله جدا. تعالوا هنا بقى نجاوب على السؤال بتاع الحلقه اللي هو ايه الفرق بين انواع الدم، اللي هو مثلا ايه بوزيتيف بي نيجاتيف والكلام الكبير ده كله. خليني اقول لك انه بالرغم من ان لما اي حد بيتعور الدم اللي بيخرج بيكون ليه نفس الشكل واللون، الحقك وافاجئك واقول لك ان طلع فيه انواع من الدم اللي هم الاي والبي والاي بي والاو. طب ايه الفرق ما بينهم بقى، وفين بقى اهلي وزمالك الدم اللي موجوده في العنوان دي؟ خليني ابدا واقول لك ان الدم بيكون من ضمن مكوناته حاجه اسمها كرات الدم الحمراء اللي هي الريد بلاد سيلز، وحاجه اسمها كرات الدم البيضاء اللي هي الوايت بلاد سيلز. كرات الدم الحمراء دي هي اللي مسؤوله عن انها توصل الاكسجين لكل الخلايا اللي في الجسم، اما كرات الدم البيضاء هي اللي مسؤوله عن الدفاع جوه الجسم. ونرجع بقى لانواع الدم، هو ايه اللي مخلي ان في انواع كده مش نوع واحد؟ انا هحكي لك الفكره بكل اختصار وبساطه. ان كرات الدم الحمراء بيكون عليها من بره كده حاجات او اشكال كده عامله زي البطاقه، وبيكون اسمها الانتيجين. بيكون فيها معلومات ان كرات الدم الحمراء دي بتاعت جسم البني ادم ده، وبالتالي كرات الدم البيضاء مش هتهاجمها نتيجه وجود البطاقه او الانتيجين ده اللي موجود على كرات الدم الحمراء، اللي بيقول ان الكرات الدم الحمراء دي موجوده تبع جسم البني ادم ده، مش حاجه من بره الجسم. المهم في الموضوع كله بقى هو شكل البطاقه او الانتيجين ده اللي موجود على كرات الدم الحمراء من بره. اول شكل للبطاقه او الانتيجين ده سموه A، وبالتالي الشخص ده بقى عنده نوع البلاد جروب او الدم بتاعه A. وبيكون في شكل تاني مختلف وسموه B، وبالتالي الشخص ده هيكون عنده البلاد جروب او نوع الدم بتاعه B. في اشخاص بقى بتلاقي الشكلين موجودين على كرات الدم الحمراء، وساعتها الشخص ده خد اسم AB، ونوع الدم بتاعه او البلاد جروب هيبقى الاي بي. وفي اشخاص تانية بقى ما بيكونش عليها اشكال خالص ولا انتيجين ولا البطاقه ولا الكلام ده كله، والشخص ده اخد اسم او، يعني البلاد جروب بتاعه او نوع الدم هيكون بلاد جروب او. طب هسألك سؤال وفكر فيه شويه، هل ينفع لو شخص فصيله دمه ايه ياخد دم من شخص فصيله دمه بي؟ واصدمك واقول لك لا طبعا، وخليني اشرحها لك في اقل من نص دقيقه. الشخص اللي فصيله دمه ايه بيكون على الخلايا بتاعته من بره شكل الانتيجين او البطاقه بتاع ايه، وطبعا كرات الدم البيضاء زي ما انا لسه قايل لك بتكون عارفه ده وعشان كده مش بتهاجمها. لو الشخص ده جه اخد دم من حد فصيله دمه بي، الدم بتاع الشخص ده هيكون شكل البطاقه او الانتيجين بتاعه مختلف عن الشخص اللي هيتنقل له الدم، عشان الشخص اللي هيتنقل له الدم البطاقه بتاعته او الانتيجين بتاعه ايه، انما الشخص اللي هينقل الدم البطاقه او الانتيجين بتاعه هيكون بي. وبالتالي بمجرد ان فصيله الدم بي تخش جوه جسم الانسان اللي فصيله دمه ايه، بتبتدي تظهر المشكله بقى. كرات الدم البيضاء بتاعت شخص ايه هتبتدي تشوف ان في اجسام غريبه بدات تخش جوه الجسم، وده نظرا لان كرات الدم البيضاء دي بتكون متعوده على شكل الايه، لكن اللي دخل جوه الجسم كان ليه شكل تاني اللي هو شكل البي. فاول ما يخش الشكل البي ده هيعتبره جسم خارجي ويبتدي يهاجم فيه، ونتيجه للهجوم ده طبعا
تفشل عملية نقل الدم دي. حتة بهاريز بقى، الشخص اللي فصيلة دمه A يقدر ياخد دم من حد A زيه، أو شخص يكون فصيلة دمه O، لأن O ما بيكونش عليها أشكال من بره خالص. الشخص بقى اللي فصيلة دمه B يقدر ياخد دم من شخص B زيه، أو زي ما أنا لسه قايلك من شخص فصيلة دمه O. أما الشخص بقى اللي فصيلة دمه AB ده بقى الملك بتاعنا، ده اللي يقدر ياخد دم من A أو B أو O. والشخص اللي فصيلة دمه O ما يقدرش ياخد دم إلا من حد يكون O زيه. والمناسبة الجميلة دي خليني افاجئك واقول لك ان كل فصيله دم من اللي انا قلت لك عليهم دول يكون في منهم انواع. يعني مثلا فصيله الدم A او البلاد جروب A في منها الاي بوزيتيف والاي نيجاتيف، البي بيكون فيها بي بوزيتيف وبي نيجاتيف. لو عارف ليه اكتب لي في الكومنتس تحت. بس كده، لو الحلقه دي عجبتك وانا عارف ان هي عجبتك، انزل نعنش لي بلايك حلو واعمل شير مع اصحابك، واستنوني في بهاريز جديد من مملكه البهاريز.